واللي بدأ يتحسن الفترة الأخيرة في وجود اللاعب وسام أبو علي. ونادي كبير زي النادي الأهلي ما ينفعش إنه يكون عنده مهاجم واحد بس في ظل كمية المشاركات في البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي، سواء في البطولات المحلية أو البطولات الأفريقية أو منافسات كأس العالم للأندية اللي بتتطلب شغل ومجهود وتخطيط تاني خالص. وإن النادي الأهلي يدخل كل البطولات دي بمهاجم هو اللي يكون شايل خط هجوم النادي الأهلي لوحده في ظل عشوائية أداء كهربا، فدي حاجة مش في صالحك أبدا. لأن لو لا قدر الله اتصاب وسام أبو علي في أي وقت، أنت حرفيا كنادي أهلي هتدخل أي بطولة أو أي ماتش بدون تأثير هجومي خالص. عشان كده لازم بأي شكل من الأشكال التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية أو فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، مش مهم في أنهي فترة، المهم يكون في مهاجم مع وسام أبو علي يشيل معاه خط الهجوم للنادي الأهلي. وطبعا أنا كمشجع أهلاوي أتمنى طبعا إن يكون المهاجم ده يكون موجود في النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية علشان يقدر ينسجم مع الفريق قبل ما النادي الأهلي يسافر للولايات المتحدة الأمريكية علشان يلعب كأس العالم للأندية. وكلمة للمسؤولين عن التعاقدات في النادي الأهلي، علشان تتعاقد مع مهاجم قدامك 3 حلول بس، وهي إنك تتعاقد مع مهاجم أجنبي إذا كان أفريقي أو من أمريكا اللاتينية أو أي مهاجم عربي. وفي حلقة قبل كده اتكلمنا عن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، وهتلاقوا لينك الحلقة في الوصف. أو إنك تتعاقد مع مهاجم فلسطيني ويتحسب عليك لاعب محلي، وفي الحالة دي تقدر تستغل مكان اللاعب الأجنبي في تدعيم أي مركز تاني. ومن ضمن اللاعيبة الفلسطينية المتاحة دلوقتي وهو اللاعب يوسف سيليتش وأسد الحملاوي، ودول أبرز الأسماء الفلسطينية في خط الهجوم اللي هيتعامل كلاعب مصري. والحل التالت إنك تشوف لاعب مهاجم مصري الأهلي وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، أو مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك السابق ونادي نانت الفرنسي الحالي. طب بالنسبة للمفاوضات مع مصطفى محمد، فعلا المسؤولين في النادي الأهلي هيقدروا يقنعوا مصطفى محمد إنه يرجع تاني يلعب في الدوري المصري، والمرة دي عن طريق بوابة النادي الأهلي مش نادي الزمالك؟ مسؤولين النادي الأهلي عايزين يتعاقدوا مع مصطفى محمد لأنهم شايفين إنه شفنا مستواه في الزمالك أو منتخب مصر أو مع ناديه الحالي نانت الفرنسي. وتاني حاجة مش هتحسب عليك لاعب أجنبي، ودي الاستفادة الفنية من التعاقد مع مصطفى محمد. أما الاستفادة المالية وهي إن مصطفى محمد هيقبض بالجنيه المصري مش بالدولار، وحاجة زي دي مش هتحمل على خزينة النادي الأهلي العبء المادي بسبب قلة سيولة الدولار اللي موجودة في مصر كلها مش في النادي الأهلي بس. أما الاستفادة التسويقية وهي إنك بتتعاقد مع لاعب كان بيلعب في دوري من أقوى 5 دوريات في العالم ومهاجم ممتازة جدا، ونفس الأمر هيحصل لو تعاقد النادي الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه. أما بشأن المفاوضات مع مصطفى محمد، أولا نادي نانت الفرنسي عايز يبيع مصطفى محمد في الانتقالات الشتوية اللي احنا فيها دلوقتي علشان يتعاقد مع مهاجم فنربخشة التركي جينكس أوندير. ورغبة رحيل نادي نانت الفرنسي بالنسبة للنادي الأهلي فيه مشكلة، وهي إن القيمة التسويقية لمصطفى محمد اتخطت ال7 مليون يورو، ودي المشكلة الوحيدة بالنسبة له إنه يدور على أي عرض في نادي أوروبي علشان يكمل هناك. وتاني حاجة ويا ريت نركز فيها لأنها هتكون على لسان الإعلامي محمد الليثي يعني. وكمان قال لمجموعة من أصحابه إن خايف من سيناريو حسني عبد ربه اللي تراجع عن الانتقال للنادي الأهلي في السنين اللي فاتت بسبب إنه تهدد هو وأسرته لو راح النادي. هل أنت حابب تشوف الأناكوندا مصطفى محمد بتشيرت النادي الأهلي ويكون من صفوف النادي الأهلي في كأس العالم اللي جاي؟ يا ريت تشاركنا برأيك في التعليقات.